سلام بنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا مزيان. اليوم غنصوب واحد الكران وقلت غادي نقسم معكم الطريقه ديالي كيفاش كنديرو. كيجي زوين وكيفكرك بحال كتاكلي في طيبو هاري. المهم هاتيو معايا نوريكم المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 2 بيضات، عندي ربع كاسور الا ربع ديال زيت الزيتون. الا ما كانش زيت الزيتون تقدروا ديروا الزيت العادي. عندي 2 كويسات ديال الفرينه ديال الحمص عامرين، كيسان اللي عبرتي بهم الزيت عبري بهم الحمص. صافي مليحه تحميره والكمون. الحمص اللي كناخذ البنات راه فين ما مشيتو غادي تقدروا تلقاو الفرينه ديال الحمص، راه موجوده فين ما مشيتو. صافي هنايا ان شاء الله غادي نبداو. غنديروا 2 بيضات بحراره المطبخ. غنزيد عليهم داك الكاس اللي عندي ديال زيت الزيتون، كاس ما عامرش ديال زيت الزيتون. هذاك نيت الكاس اللي عبرت به الزيت هو اللي غادي نعبر به الماء. انا 2 كويسات ديال الحمص ديال الدقيق ديال الحمص كندير فيهم 5 الكيسان ديال الماء. غادي نعبر بهذاك الكاس 1 2 3 4 5. صافي وغادي نزيدو المليحه والكمون اللي عندي وشويه التحميره. المهم البنات الملحه حسب الذوق، ما تكثروش الملحه بزاف باش ما يجيكمش مالح. وهذا راه فاش كيطيب سبحان الله العظيم تيفكرك بحال كتاكلي طيبو هاري. اللي كان كيعجبك المذاق ديال طيبو هاري غديري هاد كران وغيعجبك. صافي كيف ما شفتوا زدت ديك المعلقه ديال التحميره وغادي نزيد معلقه الكمون. صافي ونخلط كلشي. الكمون انا عزيز عليا نزيد حيت هذا هو السر ديال الوصفه. المذاق ديالها كيف ما كيجي بحال طيبو هاري خاصك تكثري الكمون. صافي غتبقاي تخلطي داكشي كيف ما شفتوا، غتخلطيه مزيان حتى كينسجم داك الملحه وديك الكمون والتحميره مع بعضياتهم. عاد كنزيد انا داك الدقيق ديال الحمص. صافي كنبقى نخلط مزيان مزيان باش ما يتشكلوش ليا كويرات، حتى بحال كتخلطي كيكه. صافي كتخلطيه مزيان على حقه وطريقه. عاد كتكوني ديك الساعه في هاد الوقيته انا اللي كنت كنخلط في كران كنت ديجا وجدت الفران باش يسخن. كتخدمي الفران 200 درجه. هاد كران كتبغي الفران يكون سخون مزيان وكتخلي درجه الحراره 200. انا ديجا كنسخن فيه ديك الساعه ووجدت اللاطه ديالي اللي غادي ندير فيها الخليط اللي غنطيب فيها. صافي كيف ما غير ساليت تخلط كبيتو ديريكت في اللاطه اللي غتدخل الفران. صافي هنا كيف ما شفتوا ساليت تخلط ها هو واجد. راه كيجي جاري البنات، ما خصوش يجي عاقد، كيجي جاري كيجي بحال الماء. ها نتوما كيف ما تشوفوا انا غادي نخوي غادي يبان لكم. شفتوا كيفاش داير القوام ديالو؟ ماشي ضروري خصو يكون عاقد، بحال هكا خصو يكون. راه هو فاش كيدخل الفران كيبدا كيتجمع مع ديك السخونيه، كيبدا سبحان الله العظيم بحال كيخمر. صافي انا درته هنايا وغندخلو الفران ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي فاش كيطيب. البنات الوقت اللي كطيبوا فيه هو تقريبا كياخد ساعه ونص، وما تحليش عليه، خليه يطيب على خاطره. كتحلي عليه غير فاش تشوفيه تحمر شويه من الفوق راه تيبان لك راه تجمع. صافي كيف ما شفتوا ها هو كيفاش جا زوين باقي سخون. بعد الريحه والله العظيم الا بحال مول الحمص كاين حداك. شفتوا كيفاش كيجي زوين والله العظيم. ها نتوما شوف. صافي اجيو معايا دابا غنقطع واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي. صراحه زوين، انا ما كنصبرش، خاصني ضروري نذوق منه واخا كيكون باقي سخون.
خاصني ضروري ما ندوق منه. هانتوما شتي كيفاش كيجي. نتمنى تجربوها البنات، غادي يعجبكم بزاف بزاف. اللي عجبها الفيديو دير لايك، تخلي لي واحد القليب، واللي جديده تشترك في القناه الا عجبك المحتوى. شكرا على اي واحد كيشجعني، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وشكرا لكم كاملين. يلا بصحتكم، انا راه ما صبرتش، خاصني دابا ناكلو، خاصني نكملو. ما كرهتكمش تذوقوه معايا، ولكن ان شاء الله الا جربتوه غادي تشكروني. يلا كنتمنى البنات تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو، ويكونوا وصفاتي كيعجبوكم، ويكونوا اقتصاديين على الجيب.